ازاي توظف ال AI مع ال 3D؟ دلوقتي احنا مثلا عندنا شخصية وحطيناها في environment وعملنا ريندر لفريم واحد. تقدر مثلا تاخد الفريم ده او الصورة دي وتروح تحطها مثلا على موقع زي كلينج وتطلب منه عمل انيميشن بسيط كده وتطلع معاك حاجة مثلا زي كده. لكن طبعا خليني اقول لك ان مش معنى كده ان ال AI هيلغي مجال ال 3D زي ما الناس بتقول والكلام ده. لا طبعا، خليك فاكر ان ال AI بيعمل لك فيديو 5 ثواني 8 ثواني 10 ثواني، ما بيقدرش، مفيش اكتر من كده لحد دلوقتي. تقدر انك انت تعمل مثلا عدد من المشاهد وتحطها على بعض. لكن خليني اقول لك برضو ان الاي اي مستحيل يطلع لك الفكره اللي في دماغك 100%. فانت لما بتعمل انيميشن بنفسك وبتشتغل في 3 دي بتطلع الفكره اللي انت عايز توصلها للناس بالطريقه الابداعيه اللي بتبقى انت شايفها. لكن الاي اي عمره ما هيطلع لك الفكره اللي في دماغك بالظبط وتبقى مظبوطه 100%. كمان الاي اي ممكن يبقى فيه بوتشات، ممكن البوتشات دي تتصلح في المستقبل، ولكن حتى لما تتصلح في المستقبل هيظل ان تقدر تعمل من الاي اي فيديو 5 ثواني 10 ثواني، مش اكتر من كده. حتى لو اتطور هيبقى 20 ثانية. لكن في 3 دي انت بتتحكم براحتك وبتعمل كل اللي انت عايزه وبتطلع الافكار اللي في دماغك بالظبط، وبتقدر تعمل كل حاجة بالفريم وبالثانية زي ما انت عايز. الاي اي ده مجال، ال 3 دي مجال تاني خالص. زي برضو ما ال 2 دي اللي هو الانيميشن البسيط اللي هو ال 2 دي مش 3 دي، ده برضو مجال ومنتهاش لما طلع ال 3 دي. فمحدش يقول ان الاي اي هيلغي مجال كذا، ده مجال جديد دخل السوق. لكن مش معنى كده انه هيلغي مجال تاني. في ناس بتستخدم الاي اي وله مجالاته وله شغله، وفي ناس بتستخدم ال 3 دي وله مجالاته وله شغله، زي ما في ناس بتستخدم ال 2 دي برضه وله مجالاته وله شغله. فمفيش مجال بيقضي على التاني، ده مجال جديد بتقدر انك انت تستخدمه على حسب الحاجة اللي انت عايز تعملها او الفكرة اللي انت عايز تقدمها. لكن مفيش حاجة اسمها ال AI هيلغي مجال كذا. ال AI يقدر يساعدك في مجالك. ال AI معمول علشان يساعدك في شغلك، سواء انت شغال مصمم او مبرمج او شغال حتى في شركة او شغال في اي حاجة. الذكاء الاصطناعي معمول علشان يساعدك في مجالك، مش علشان ياخد مكانك. خليك فاكر الموضوع ده كويس وما تحبطش نفسك، وحاول انك انت تتعلم مهارة تستفيد بيها وتشتغل بيها. السوق محتاج ناس كتير في ال 3D. 3D مجال حلو جدا. وما تنساش ان في كورس خلاص هيبدأ يوم 6 في الشهر. لو حابب تشترك كلمني واعرف تفاصيل الاشتراك وتفاصيل الكورس. اشوفك في فيديو جديد. سلام.